السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جايه لكم بقى بغسول سي لايت، حاجه كده ما شاء الله، حاجه جميله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حلوه كده بالنضاره يا ولاد، ولا اقلع لكم النضاره؟ سي لايت ده حلو للبشره الدهنيه طبعا، اقلع لكم النضاره احسن. البشره الدهنيه ده جميل جدا. انا كنت جايباه برضو من الدكتور باهر مع مجموعه الشامبو اللي انا كنت مريها لكم، مع مجموعه الكريم اللي انا كنت برضو عرضها لكم قبل كده ومنزله فيديو عليها. كنت طالبه ده معاها عشان البشره الدهنيه والمسام وتضييق المسام. هقول لكم طبعا مكوناته ايه. المكونات بتاعته، اول حاجه الكبريت، اكسيد الزنك، حمض الجلوكونيك، البيوتين، مستخلص الكافيار، زيت النعناع، مستخلص العرق سوس، يعني حاجات ما شاء الله. جريسلين، زيت الليمون، المسائل البربرين، حمض الترتريك. حاجات ما شاء الله، يعني حاجات بجد اللي هي احنا عارفينها، ولما بنشوفها اساسا في حاجة زي كده بنبقى مبسوطين بيها. اول حاجة هو بيعمل تقشير للبشرة، بس تقشير خفيف، فاهميني؟ مش تقشير اللي هو يعني تقشير ان انت تخافي منه، لا، تقشير كده. بيقولك هنا بيعمل على تقشير لطيف وتنظيف البشرة من الأتربة والشوائب والدهون. وهنا يزيل بقايا المكياج لمنع انسداد المسام وللتحكم في افرازات الدهون. هو فعلا بيضيق المسام جدا. لو الناس بقى اللي هي بتحط ميك اب، فانت بتاخديه بتبلي وشك وتخليه يعني ترطبيه كده بميه، بعد كده بتحطي منه حبه. هو عامه خلص عندي، مش عارفه خلص اهو، شايفين حاجه بسيطه اهو اهو. ده القوام بتاعه كده، شايفين؟ هو تقيل على فكره، تقيل زي العسل كده، القوام بتاعه زي العسل. بتحطي منه حاجه على وشك كده، بيزيل بقى اي ميك اب. المسام فعلا بيضيقها. فرزات الدهون اللي هي بتبقى هنا وبتبقى هنا ده كده بيشيلها. مع استخدامك على طول بيشيلها. انا جبت واحده بس واستخدمته، صراحه عجبني الحمد لله وظبط الدنيا معايا. حلو للناس البشره المختلطه والبشره الدهنيه، تمام. اللي جربوه اللي انا بقول لكم عليه. البشره الحساسه معرفش، اي نوع بشره تاني ما اعرفش. انا اعرف ان هو البشره الدهنيه والمختلطه، لان انا لما كلمت الدكتور باهر قلت له انا عايزه البشره الدهنيه والمختلطه. ده هتلاقوه فين؟ هتلاقوه عند الدكتور باهر. سعره كام؟ مش عارفه والله، عشان انا قلت لكم قبل كده في فيديو قبل كده ان انا كنت جايبه الشامبو وكنت جايبه كريم وكنت جايبه